الحمد لله تمام شوي، وهالزينة كويسة يعني السنة كويسة يعني، والحلال تحسن شوي يعني عن الأيام القديمة. أول الوضع والله كان عندنا سيء يعني، الوضع كان عندنا سيء مزبوط يعني. الحز حاليا لا ماشي حال الحمد لله، نحمد الله على كل حال. الحمد لله اي والله نطال بشرتنا بالخير. بيفرق كثير. انا من ال500 والله العظيم تم عندي 80 راس الحال حاليا. يعني شلون بس الحز الحلال الحمد لله عشان نقول ان شاء الله بلشي الله سبحانه وتعالى يرجع لنا الامور. يعني برضه كنا نبيع انا عاجب 200 الحزات تنباع ب900 وبمليون وهوات الغنم يعني هوات الغنم يعني تعرف انت يعني. ماشي حال الحمد لله الحز. احنا بقرية الرحيات والمنطقة كلها بشكل عام قال اعتمادها كله على الزراعة، والحمد لله السنة الخير كثير الحمد لله. الأمطار عوضت صحيح ضرت بمكانات، ولكن عوضت مكانات أكبر، والحمد لله. العذي هذا كان كل سنة ما بيعذي ولا بيزرع ولا الحلال عاش، وإن شاء الله مستبشر بالزراعة أن العذي نعيش منه إحنا وغنمنا وحيواناتنا والوادم وأهل الرزقة وأهل المدينة، حتى اللي صار الخير أهل المدينة يجيها من الخير زاد، مو بس الريف يعني. إذا ما بي اليوم إذا الخير ما عم بالريف، أهل المحلات منها يجي يشتري منهم. الريف يوم يكون بمصاري يجون يشترون، والحمد لله خير كثير. والقالها بشكل عام الأمطار عامة الحمد لله، وآذار الحمد لله آذار خير يعني. الحمد لله آذار خير. كل سنة احنا العام الماضي والله جفاف، الحلال وصلت عجلة 100,000 ورقة ما حد يريدها زاد. السنة الغنم مليونين وفوق المليونين الحمد لله من الربيع، والحمد لله الزراعة لا ممتازة يعني. بس نريد من الحكومة انها شويه تضحك علينا بالمازوت، بالامور الزراعيه ترفع عنا ايوه يقدمون مازوت، بس مو هالشكل الكافي يعني، مو هالشكل الكافي يعني. والامور زينه يعني، الامور ممتازه، امن وامان، وقال هو الخير كثير والخضار كثير والمي كثيره. احنا بلد خير، بلد الرقة بلد خير، بلد يعني ما اتوقع خيراته كثيره يعني. عملنا كوحدة إرشادية في المنطقة تقديم مستلزمات زراعية للأخوة الفلاحين من محروقات ومن بذور وأسمدة بنوعيه الفوسفاتي والآزوتي. بالنسبة للواقع الزراعي لهذا العام مقارنة مع السنوات الماضية، بالنسبة للأمطار اللي نزلت على الحمد لله اللي نزلت بهذا العام لا كان ممتاز يعني. بالنسبة للأمطار أفادت بالنسبة للأخوة المزارعين، شالت منهم أكثر من رية يعني. اليوم المحصول الشتوي بدك شيء تقريبا 5 ريات ل6 ريات تحصد الموسم يعني. اليوم للوقت هذا المزارع حاليا يعني كرية أو ريتين سقال محصوله. وأما بالنسبة للأراضي البعلية الوضع الحمد لله ممتاز يعني، الخيرات موجودة. وبالنسبة للمراعي متوفرة الأراضي البعلية، وتوفرت المراعي يعني اليوم الأغنام صارت ترعى بالمجاني يعني. السنين الماضية كان السعر الأعلاف كانت السعر غالي بالسوق السوداء غالي، والشراء كله بالدولار. السنة هذه بالنسبة للأعلاف قليلة جدا صارت يعني. بالنسبة للمربي الثروة الحيوانية يعلف ممكن علفة واحدة باليوم. سعر المواشي بالسنين الماضية يعني بالأيام هذه كان سعر رأس الغنم تقريبا 250 ل 300 ألف ليرة سوري. بهذا العام بهالربيع هذا بالسنة هذه سعر رأس الغنم تقريبا تجاوز 1,000,000 ل1,150,000، حسب طبعا حسب نوعية الغنم وحسب جودة الغنم ونوعيته. وأما بالنسبة للأراضي البعلية بالسنين الماضية يعني اليوم صار لنا أكثر من 2 نبذر الأرض وما بحصاد، والشيء هذا كله لأنه ما في أمطار، ما نزلت أمطار وسعر البذار كان اللي فلاح اللي يشتري البذار واللي كله طبعا يشتري، أغلب المزارعين يشتري بالدين للحصاد، فزادت من معاناته. أما بالنسبة هذه الحمد لله بالنسبة للسنة هذه الوضع ممتاز يعني. اليوم احنا بشهر آذار ولسه على الأمطار موجودة، والزرع شارف على الحصاد يعني بالأيام هذه، والوضع الحمد لله ممتاز.